بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال الله تعالى في القرآن الكريم بالذكريبه: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. خذ تعالى عز وجل: فإن الجنة هي المأوى. أو إنسان يقول عظمتها خذ تعالى عز وجل، خذ تعالى عز وجل تبارك وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تشتك لخذ تعالى وندا نابي خذ تعالى بنظرة شعبا وبتشتي سينغا مود قلبي مرة درباس لبي خذ تعالى بيزاني. وأما من خاف أو إنسان يقول عظمته خذ تعالى بترسي مقام ربه أو مقام رب العالمين. مقام جي مسترتننا. ونهى النفس عن الهوى. النفس أخوة بيا نفس أخوانك. ونهى النفس عن الهوى بمعنى نبي طابعي نفس أخوان. ودي تعالى دبي: فإن الجنة هي المأوى. جنة لا يقوي إنسانية بوج عظامتها خذ تعالى مقامي خذ تعالى ترسيه. الله تبارك وتعالى دبيجي ما ظهر منها وما بطن. فالعبد الفائز الرابح هو الذي اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنسان بعقل، إنسان يقول شخو حزبك لراحت يا هرد الدنيا بقري وببي طابع حضرة محمد عليه الصلاة والسلام، والتزام إرشاداته وتعليماته، وببي طابع حضرة محمد عليه الصلاة والسلام دي إرشاده ده دي تعليمه ده وتوجهاته. العبد الفائز عبد يقول جهنمي خلاص لي لدنيا يدد راحت يدبي. الناهج هو الذي الناجح هو الذي خاف يوم الحساب. هذا معنى قوله تعالى: ويروجا قران ويروجا دجوار ومقامي خذ تعالى عز وجل. إنسان خو حاضر بك حساب بدي خذ تعالى جل جلاله. وأما من خاف مقام ربه مروج مقامي خذ تعالى فدي بك مقامي خذ تعالى بترسي. أي خاف سؤال الحساب
واستعداد لما بعد الموت أمي زانبن قو بشتي مرني وخدي تعالى ما بكشيني حساب وحساب مرة بدي ديتن قوتيا إنسان يخاف السؤال مرو بترسي ويرو جاقو مال مقام أولاد علم زانبون تشتك فيدا نادي إلا من أتى الله بقلب سليم. قوتيا خلافا أولئك الذين يخافون الفضيحة في الدنيا إنسان بدنيا يدح حياتك يخذ يتعالى ترسه ولا يستعدون لما بعد الموت ولا يعدون اليوم السؤال ويرجاقوا طمامي صدوا بيستو تشار حزار بيغمبر عليهم الصلاة والسلام وجبابي ما آدم حتى رجا قيامته قنج خراب طمام المرود نرن فلان كس شبر حساب عجبا خديجي رازية يانا قرك مروخ وحاضر بكي جوي مقامي خدي تعالى عز وجل. يستعدون لما بعد الموت مروخ وحاضر بكي بشتي مرنيرة ليوم السؤال ليوم الحساب خدي تعالى جل جلاله وجل شانه وحساب سؤال جمبكي مقامي وينا دهشت ليا مقامي خدي تعالى جل جلاله كس نكاري خل بروي مقامي بقري قالك مروج وي مقامي بترسي خدي دو قرآن بيجي وأما من خاف مقام ربه مقام أن مقامي مظن قوتيا بشتي قو مرو ترسيها مرو مخالفتها نفسها خبرك خاف مقام ربه خاف السؤال يوم الحساب إليه وهو ما تميل إليه النفوس الأمارة بالسوء نفسام دوامين ميال ببال خرابية في مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى نفسام دوامين خوازيق ومخالفتها خذ تعالى بكن أنبياء خذ تعالى نكن أم نبت تابع حضرة محمد عليه الصلاة والسلام كحب الاستغلاء على الرقاب كان ليكون إنسان أخاف أكبر لأشقائه فيأكل أموالهم إنسانك قومالي خلكي بخي وطعدي بكي ومالي الجفيني والظلم زوري بكي سبى القيامة فيأكل أموالهم بدعوى رعاية ومصالحهم بعد موت أبيهم برا تعديل برا بكي خوهي بكي جيران بكي سبى القيامة أمي تفدح أصابتنا خذي تعالى جل جلاله. وكالزوجة الناشذة التي خرجت عن طاعة زوجها لقيامته وبيركو زلامي خوهنا برحساب ويحساب بدنا خذي تعالى عز وجل برا وبرا خوه برا زاروك وباف بيركو زلام أولاده دي وباف تمام هنا بحساب بدنا خذي تعالى عز وجل. الذين يدخلون في معاملة مالية هو النفس منه ما هو ظاهر منه وما هو خفي يعني تشقى قوم بيم جهاتنا وينبع عاقل رجا قيامته فيدناك إلا عمل صالح إلا رياء خذ تعالى